تبقى كام بالمصري يا سويسي؟ بقى كام بالمصري؟ طب انا اقول لك بقى كام بالمصري وبصرف كام وانت اللي هتحكم عدد ده حرام ولا لا. انا بقبض حوالي 90,000 جنيه مصري، وعاد الله. بصرف كام بقى؟ تعالى عشان نشوف بصرف كام، ما بوفرش منهم حاجه. يعني انا اقول هتغدى ب 5 يورو، يعني 300 جنيه، واجيب لي علبه سجاير ادي 600 جنيه، علبه سجاير ب 5 يورو، وفطاري وقهوتي ادي 900 جنيه، ده مصاريفي الشخصيه. يعني في الشهر قول 30,000 جنيه من 90. عندك ايجار كهرباء ميه، شيل كمان ايه، قلت بدفع ايجار 40 جنيه، قلت 300 جنيه. 300 جنيه يعني ادي كام يا اسطى؟ 300 ادي 45,000 جنيه. عندك لسه في عيال صغيره بتاخد الصبح كل يوم 5 يورو فطاره وسجاير بهنا او 10 يورو، 15 يورو الصبح كده طايرين، ادي كمان 450 جنيه، 450 يورو. يعني كام؟ هنقول كام؟ ادي كمان 15,000 جنيه. هتلاقي نفسي غير بقى الاكل والشرب والحاجات دي، هتلاقي نفسي بصرف لي 80,000 جنيه مصري. انا ما بطلعش الا ورقتين اتنين ابعتهم لابويا اخر الشهر عشان انا متجوز ومخلف. فانت لما تيجي تحسبها من المتغرب ما تحسبهاش له بالمصري، احسبها هو بيصرف قد ايه هنا برضه. يعني الطبق ده ب 300 جنيه، انت ممكن تجيبه من عندك بكام؟ ب 20 جنيه، فالجنيه جنيه بلده يا صاحبي. طب يا ريت نصرف هنا بالمصري. وادي الحاجه ستوته رابطه بتاع على دماغها اهي.